الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء معكم دائما في نور القرآن الكريم مع آيات الله ومع كتاب الله رب العالمين. اليوم نتحدث بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه عن آيات في سورة القصص. هذه الآيات فيها إعجاز علمي أثبته العلماء في العصر الحديث، ولم لا، والله قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال العلماء في قوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة
من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وفي قوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. أن الأرض تدور حول الشمس وأنها تدور حول نفسها، ويستتبع هذا الأمر أن يكون الليل والنهار. لذلك إذا توقفت الأرض عن الدوران لكان النهار سرمديا يعني على الدوام، وكان الليل سرمديا يعني على الدوام. وهذه اكتشافات للعلماء تمت في العصر الحديث، والقرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. هذه بعض إشراقات القرآن الكريم. إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الفاصل نلتقي لنتحدث عن هذه الآيات المباركات، فحتى نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عود حميد من جديد، نلتقي معكم أيها الأحبة مع كتاب الله ومع آيات في كتاب الله من سورة القصص المباركة. كنا قد تحدثنا عن الإعجاز العلمي في تلك الآيات المباركات، والآن إلى كلام العلماء والمفسرين عن هذه الآيات من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في بداية تلك الآيات: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هذا اسمه تقرير وإقرار بالوحدانية من رب العزة سبحانه وتعالى، يذكرنا فيه بأنه لا أحد يستحق الحمد في الأولى والآخرة غيره جلت قدرته، ولا أحد له الحكم في خلقه وعلى خلقه يرتب لهم شؤونهم وأمورهم غيره سبحانه وتعالى. وهو الله لا إله إلا هو، لا خالق غيره ولا معبود سواه ولا رب إلا إياه جلت قدرته سبحانه وتعالى، في الأولى وفي الآخرة، يعني في الدنيا وفي الآخرة. وله الحكم وإليه ترجعون، المصير والمآب إلى رب العزة سبحانه وتعالى. دائما ما يذكرنا الله تبارك وتعالى بلقائه حتى نضع نصب أعيننا أننا سنقف أمام ربنا ذات يوم، حتى نستعد إلى هذا اللقاء، حتى أن الله تبارك وتعالى يطالبنا بالاستعداد وبتقديم شيء لهذا اللقاء. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فماذا قدمت أخي الحبيب لهذا اليوم، للوقوف بين يدي رب العالمين جلت قدرته؟ وله الحكم وإليه ترجعون. ثم يذكرنا الله تبارك وتعالى بآلائه ونعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من أعظم نعم الله علينا وأجلها نعمة الليل والنهار، هاتان الآيتان اللتان ذكرهما الله في كتابه وذكرنا بهما، بل ونبهنا إلى الالتفات إلى آياته، وخاصة إلى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني لأولي العقول، يعني الذين يتفكرون، للمتأملين. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. تخيلوا هذه الحياة، تخيلوا بؤسها وشقاءها وتعاستكم فيها. إن جعل الله عليكم الليل سرمدا يعني لا نهار، على الدوام، ظلام دامس طيلة 24 ساعة، ثم لا يأتي النهار أبدا. كيف تكون الحياة؟ أين معايشكم؟ أين حياتكم؟ أين مصانعكم؟ أين قضاء مصالحكم؟ أين أعمالكم؟ أين شؤونكم؟ أين خروجكم بالنهار وابتغاؤكم من فضله؟ هنا
تذكروا نعمة الله أن جعل الليل والنهار آيتين يعقب كل منهما الآخر، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف كل منهما صاحبه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أراد شكر الله على هذه النعمة خاصة من دون نعمه. إذن فنعمة الليل والنهار تحتاج إلى شكر خاص للمنعم جلت قدرته. من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لا أحد يستطيع أن يفعل هذا الأمر. اخترع أديسون المصباح الكهربائي، ثم توالت الاختراعات الحديثة التي اخترعت الإضاءات والكشافات وما إلى ذلك وغير ذلك من الاختراعات. فهل أغنت شيئا عن ضوء النهار؟ هل أغنت شيئا عن الشمس حين تشرق علينا كل صباح وعلى زروعنا وعلى احتياجاتنا؟ إن هناك دورة اسمها دورة الإنبات يحتاجها النبات. لو لم يكن هناك نهار ولا أشعة للشمس لا ينمو النبات ولا ثماره تنضج. فتأملوا أعزكم الله ورحمكم الله فضل الله تبارك وتعالى عليكم، واتقوا الله وتذكروا آياته. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ ما علاقة السمع بالليل؟ الإنسان وهو نائم كل الحواس معطلة، فإذا ناديت على أحد النائمين استيقظ ورد عليك، يعني حاسة السمع تعمل وأنت نائم. انظروا إلى الإعجاز في قوله تعالى، وانظروا إلى آيات الله تأملوها بقلوبكم قبل أبصاركم. القرآن لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم للقراءة ولا للاستماع فقط، لا، كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ ثم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. تخيل أنه لا يوجد ليل. في القطب الجنوبي الحياة متجمدة، الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر، الحياة لا تطاق. قال العلماء أن هذا الأمر لو حدث وتوقفت الأرض عن الدوران حول نفسها وحول الشمس لكانت الكارثة، أنه إما ليل سرمدي أو نهار سرمدي. هنا درجة الحرارة تصبح بالنهار 250 درجة فوق الصفر، وتصبح بالليل السرمدي 350 درجة تحت الصفر. فأي معيشة ستكون معيشة الإنسان في هذا الجو وفي هذا الطقس الرهيب الذي لا يتخيل عقل ولا بشر أن يحيا وأن يعيش فيه؟ فاذكروا آلاء الله واعرفوا نعم الله عليكم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. إذا سألت واحد من الناس هل تستطيع أن تنام إلا إذا أظلمت الدنيا من حولك وأطفأت الأنوار وأطفأت الإضاءات، يقول لك لا أستطيع. أغلب الناس لا يستطيع أن ينام إلا بعد أن يغلق كل الإضاءات وكل الأنوار من حوله. فانظروا فترة النوم فقط لا يستطيع الإنسان أن يحياها وأن ينام تلك الفترة إلا في ظلام دامس. أفلا تبصرون؟ والدعوة من الله بقوله أفلا تبصرون يعني أفلا ترون، أفلا تنتبهون، حتى أن الله تبارك وتعالى دعانا إليها حين ننظر إلى خلقنا وإلى أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون كما قال الله تبارك وتعالى. ثم يقول ومن رحمته سبحانه وتعالى، من رحمته من فضله عليكم جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. جعل لكم الليل والنهار اثنان معا،
ثم تحدث هنا لتسكنوا فيه يعني عن الليل، ولتبتغوا من فضله يعني عن النهار، ولعلكم تشكرون نعمة الله وتذكرون فضل الله عليكم وتعرفون نعمه. فاللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تديم علينا نعمك وتحفظها من الزوال. ربنا اجعلنا من الشاكرين يا رب الراضين بقضائك وقدرك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.